يا صباح الفل والحلويات على قلوبكم يا احلى ناس في حياتي. بحبكم طبعا في الله. زي ما انتوا شايفين الروتين بتاعي هبدأه بتنظيف التلاجة بتاعتي. بقالي فترة يعني حوالي اسبوع كده ما رتبتهاش، وزي ما انتوا شايفين هي من جوه متسخة وفي حاجات واقعة. طبعا نزلت السوق اتسوقت وجبت شوية حاجات كده، شوية خضار على فواكه وكده. طلعت كل الحاجات بتاعتي برا، والبيض وكل حاجة محطوطة عندي في التلاجة عشان خاطر ايه، ارتب الدنيا بتاعتي كده. وبرضو في طريقي لو في حاجة بايظة وفي حاجة معمولة اطلعها وكده. زي ما انتوا شايفين التلاجة معايا متسخة خالص، وانا هوريكم دلوقتي بعد ما خلصت هتكون عاملة ازاي. طبعا انا خلصتها وما خدتش وقت معايا خالص. زي ما انتوا شايفين بقت زي الفل، زي ما تكون لسه جديدة ولسه شارياها دلوقتي. عملتها كلها وكمان الفريزر من فوق. طبعا عملته كده وظبطته، وكان فيه تلج برضو. ظبطت الدنيا بتاعتي كده، ودلوقتي هبتدي ارص فيها الحاجات. برضو شلت كل الحاجات منها، الارفف وكل حاجة شلتها عشان خاطر اغسلها. وبرضو الحاجات اللي بتبقى في الجنب دي مش عارفة اسمها ايه، وهركبها طبعا. وهبتدي ارص التلاجة وارص الحاجة بتاعتي فيها. تمام. بص برضو من برا كان برضو يعني مكان ما بتمسك ما بنفتح التلاجة ونقفلها او حد بيحط ايده عليها مش نضيف، بتبقى برضو متسخة. شايفين الفريزر زي الفل. اسيبها بس كده ايه تتهوى كده شوية، وبعد كده على طول هرص فيها الحاجة بتاعتي. هرجع لكم ان شاء الله بعد ما ارص الحاجة. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تحط لايك للفيديو. كمان لو اول مره تشوفيني تتابعيني اشتركي في القناه وفعلي زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اول باول. على بركه الله كده هنفتح الفريزر مع بعض. انا حطيت الفطير والعيش فوق كده، ودي هريسه بالثوم يعني انا كنت عاملاها برضو رصيتها بالشكل ده. وورا برضو حطيت حاجة بس مش عارفة هي ايه يعني مش فاكرة. ودي كيس بلح يعني انا برطبه. وحطيت اللحمة والبط، حطيت اللحمة والبطة والفراخ والجلاش رصيته كده. ورا الجلاش طبعا فيه ايه حاجات برضو انا حطها في الفريزر. نفتح بقى التلاجة من تحت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. انا رصيت البيت بالشكل ده، جنبيه كده بعض الادوية بتاعتي. تمام. هنا بقى حطيت برطمان الصلصة والحليب، الحاجات بتاعتي يعني. وبصوا حطيت ايه الحاجات دي كده من فوق. والخضار ده انا سايباه في الكيس عشان هعمل محشي بكرة. فسايبه كل حاجة يعني سايبه دول في الكيس عشان هعمل المحشي وكده. بصوا عشان الحاجة كانت في التلاجة فعرقت وكده. بصوا هنا المانجا حطيتها كده دايما بحط في المنظمات دي. المنظمات دي حلوة جدا يا جماعة، بتنظم لي التلاجة كده وتخليها لي حاجة بصوا دي المانجا والعنب والرمان. انا من عشاق الرمان. مين بيحب الرمان زيي؟ بحب الرمان جدا جدا جدا. دي جوافة بقى وبلح وتين برشومي. وهنا الخضار بقى حطيت الفلفل والطماطم. بحب ابقى رصاه كده، بس خليت الفلفل يعني على بعضه كده كده كل حاجة باينة قدامي واعرف استخدمها. يلا بقى نقول كده الروتين بتاعنا هيبدأ في المطبخ. تمام. الروتين بتاعنا اصلا هيكون في المطبخ النهاردة. هاخدكوا كده معايا وانا بنضف السمك. بصوا لو رموني في بحر كده مليان سمك لا هسده قدها وقدود. انا بحب جدا يا جماعة الاسماك بانواعها. دي اسماك البحر الاحمر عشان الناس اللي هتستغرب ايه شكل السمك وكده.
واحلى واطعم وانضف اسماك. عايزه اقول لكم ان انا كنت اول مره اكل اسماك البحر الاحمر دي، بجد عجبتني جدا. كل الاسماك اللي انا كنت باكلها سمكه اسمها الشخور والمبروكه وانواع سمك، والبولتي. البولتي تحديدا كان من اكتر الاسماك اللي كنت باكلها، خصوصا قبل ما اتجوز وكده. بس عايزه اقول لكم ان الاسماك دي بانواعها كلها لحمها نضيف جدا يا جماعه، وابيض كده زي الفل من جوه، وحلو قوي. اسماك البحر الاحمر ده تحفه تحفه بجد يعني. رحت بقى الحلقه دي بيبقى فيها جميع الاسماك اللي ممكن تخطر في بالكم، واصناف اسماك كتير جدا جدا جدا. فانا حبيت ان انا اشكل لي كده اكلة اسماك كده اجربها. يعني حبيت ان انا ما كترش، يعني اجيب الاسماك، يعني اجيب ايه، ما كترش. انا جبت 2 كيلو ونص من الاسماك دي، ما حبيتش ان انا اكتر منها وكده، جايز اكلها ما تعجبنيش، بس بامانه ربنا عجبتني جدا جدا، وبجد طعمها تحفه تحفه. كلمه تحفه دي شويه. اسماك البحر الاحمر دي جميله قوي. بصوا انا يعني ايه ال2 كيلو شكلتهم كده وببتدي دلوقتي ان انا اغسلهم، وخلاص غسلتهم وبسيبهم برضو في المصفى عشان مش عايزه فيهم نقطه ميه. بصوا سمكه السردينه الصغيره دي، انا ست جدتي يعني الله يرحمها كانت دايما لما بروح اسكندريه كانت بتجيب من الاسماك دي وكده، وكانت بتقليها كده في الزيت. كانت بتبقى حلوة جدا، وما كانتش بتشيل منها اي حاجة خالص، هي زي ما هي كده تمام. لان السمكة دي نضيفة جدا يعني، ومفيهاش اي حاجة، وبطنها نضيفة زي الفل من جوه، فمش محتاجة ان يعني انضفها والكلام ده تمام. اهو انا فتحتها برضو معاكم، مفيهاش اي حاجة خالص من جوه، نضيفة زي الفل. دي بقى انا عارفاها يعني، دي لما روحت الحلقة انا كنت عارفاها وكده، عشان كده اشتريت منها. دول حوالي مش عارفة كيلو تقريبا يعني. جبت كيلو ما شاء الله، كميتها حلوة وجميلة جدا برضو. جربتها وكانت طعمها تحفة تحفة جدا. كده كده انا عارفاها لان جدتي. وعايزة اقول لكم برضو ان هم مشكلين يعني في سمك كده يعني ايه مختلف. سمكة السردينة دي برضو صغير بس طعمه تحفة بجد. السردينة الصغيرة دي يا جماعة حلوة قوي، لو لقيتيها قدامك هاتيها وانت مغمضة، هي للقلي مش للشوي، وهتلاقوها ما شاء الله طعمها حلو. كنت بوريكم في سمكة مختلفة خالص عنه. وبرضو غسلت السمك ده وسبته كده يتصفى، مش عايزة فيه ولا نقطة مية تمام. هنا بقى انا جبت الجمبري. طبعا الجمبري معروف تمام، بس النوع اللي انا جبته ده انا مش عارفاه، لان في منه كبير وفي منه صغير وفي منه وسط تمام. والجمبري ليه انواع كتير جدا. وبصوا انا هعمل معاكم واحده كده هقشرها تمام، وهخلص بقيه الكميه برضو وهرجع لكم تاني، بس عشان وقت الفيديو ما طولش عليكم. وده خيط الرملي لازما نسحبه كده، عشان واحنا بناكل الجمبري ما يكونش في حاجه كده تتقرقش، خصوصا بقى لو عندنا ضيوف او كده. طبعا هو اصلا يعني باجي اقشره كده بلاقي الراس يعني اتشالت لوحدها، فمش مشكله. والقشر ده انا مش هرميها، اوريكم في الاخر انا هعمل بيه ايه تمام. لازم كل حاجة كده نستغلها، خصوصا ان القشر ده اصلا حاجة يعني حاجة ممكن نعمل بيها حاجة حلوة جدا يعني. بص انا دلوقتي هعمل الخلطة بتاعة جميع الاسماك. خلاص كده خلصت الجمبري وظبطت الدنيا ومفيش اي حاجة خالص. طبعا بقى بتحطي ليمون على قد ما تقدري، كتري ليمون وبصل. البصل بيدي طعم وتست يعني رائع جدا للسمك تمام. فما تخافيش يعني، حطي جزر وفلفل حراق وفلفل رومي. لو انت بتحبي الحاجة سبايسي حطي، مش بتحبيها خلاص. هنا بضربهم في الكبة اهو، عايزاهم يكونوا ناعمين قوي يعني، هما لسه هنعمهم اكتر، عايزاهم ناعمين خالص. فهفضل اضرب فيهم كده لحد ما ينعموا معايا جدا. انا عايزاهم يكونوا ناعمين خالص. بعد ما انعمهم بقى احط عليهم البهارات اللي انا عايزاها. طبعا السمك بيحب الكمون جدا، الكمون وملح. اديله كمون وملح وهو هيديكي احلى تست
تمام. والخلطة دي عايزة اقول لكم جربوها، حلوة جدا لجميع انواع السمك، مش بس نوع سمك واحد. شوية كده من الزيت وعلى البهارات وعلى الخلطة الرهيبة دي، وخليها كده تعيش حياتها كده وتتضرب مرة واتنين وتلاتة. تمام. عايزة اقول لكم ان هي خلطة عسل يعني. او بصوا خليها كده تتضرب مرة واتنين وتلاتة وتعيش حياتها كده في الكبة. تمام. وبعد كده نبتدي ايه نخلص كده ونعمل ايه بقية الحاجة. بس اهو انا خلصت كده الخلطة. عايزة اقول لكم ان ريحتها ما شاء الله حاجة كده زي العسل. بصوا انا هنا بقى هبتدي اتبل كل انواع السمك اللي معايا اللي انتوا شايفينها دي اللي انا غسلتها. هنا تبلت الجمبري بتاعي. طبعا انا مش هعمل ايه دول حوالي نص كيلو جمبري يعني، مش هعملهم كلهم يعني، في كذا صنف من السمك بس هاخد منهم برضو. هتبل ايه السردينة الصغيرة دي، هتبلها. مالك بيمس عليكم يا جماعة من الصبح وهو عمال يلغي كده مع نفسه. بص برضو هتبل السمك كده البطن بتاعتها من جوه. تمام. واللي هتبلها هحطها كده لاني هشيل من السمك ده، مش هعمله كله يعني عشان كمية كبيرة ما شاء الله يعني. هاخد هقسمهم يعني الجزئين. هاخد جزء كده للغدا اللي انا هعمله معاكم النهاردة، والجزء التاني وكده هشيله في التلاجة ابقى اعمله مرة تانية. بس كده لان انتوا عارفين انا وجوزي بس، ولو في حد زيادة او حد مثلا بيجي ضيف او كده بيتغدى وكده، بحب ان انا اعمل ايه الحاجة بالزيادة يعني، ربما يجي حد او كده يعني، فانا دايما بحب ان انا اعمل حاجة بكترة. بس هو خلاص كده شايفين انا تبلت كل الاسماك اللي معايا وتفضل معايا من الخلطة، وطبعا مش هرميها الخلطة، انا هاخد منها برضو للسمكة اقول لكم هاخد منها اعمل بيها ايه. وبعد كده هشيل دي اللي انا خدتهم للغدا، ودول انا هشيلهم في الكيس كده. خدت كمان شوية من الجمبري وشوية من سمكة السردين دي. تمام. لغدا النهاردة. وزي ما انتوا شايفين بحط الاسماك وبحط شوية من الايه من الخلطة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد كده هربط هحط الكيس كده وهحط عليه كيس تاني برضو. هنا برضو حطيت الجمبري اهو زي ما انتوا شايفينه، انا خدت منه ما شاء الله الميزان بتاعهم حلو جدا والكمية جميلة وكويسة. دلعانهم برضو في الفريزر اهو. دي السمك التاني اهو، والتالت بقى اللي هو سمكة السردين دي كتيرة ما شاء الله عشان السمكية صغننة اصلا، ويعني ميزانها حلو برضو. هحط شوية كده في الارضية بتاعة الكيس، وبعد كده هحط السردين. طبعا انا مغرقاه اساسا من الخلطة، بصوا مغرقاه جدا. هبتدي كده ان انا اخد كل السمك كده وبس كده وهربطه. بس برضو هاخد حبة توابل كده قصدي خلطة واحطها كده وافردهم بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان انتوا لو عايزين تجيبوا كميه من الاسماك وتعملوا لها خلطه حلوه كده ومحترمه زي اللي انا عملتها دي، وتخزنوا الاسماك خزنوها تبقى معاكم زي الفل. وكمان مش قادره اقول لكم التست بتاعها كل ما تيجي تطلعي اسماك وكده هترتاحي يعني. انا بحب افرز الحاجه عشان اطلع على طول، ما بحبش انزل يعني اليوم بيوم السوق، بحب الحاجه تبقى جاهزه ومتفرزه عندي. ان شاء الله هعمل لكم برضو فيديو هبقى جايبه فيه شويه حاجات كده ونفرزهم مع بعض، ازاي نفرز الحاجه ونعملها وتكون جاهزه على طول على الاكل. دول اللي انا خدتهم لغدا النهارده وايه، وحطيت برضو عليهم رشه كده من الخلطه وسبتهم كده مع بعض. شايفين الجمال يا جماعه؟ اقسم بالله حاجه عسل. انا دلوقتي كنت بوريكم الخلطه حطيتها في برطمان عندي كده وهحطها على طول في التلاجة، وقت ما عاوزة استخدمها هستخدمها. هي لجميع انواع الاسماك واجمل واحسن خلطة بجد يعني. الخلطة دي يا جماعة رائعة جدا، رائعة لجميع انواع الاسماك. انا هوضب معاكم الغدا على طول دلوقتي قبل ما جوزي يجي. تمام. هنعمل اكتر من كذا حاجة. بصوا بقى القشر اللي انا قلت لكم عليه بتاع الجمبري غسلته كويس جدا 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 جدا
وصفيته، وعلى ميه كده بتغلي على النار زي ما تكوني بتعملي الشوربه بالظبط. وهبتدي دلوقتي احط قشور الجمبري كلها. انا دلوقتي هعمل شويه ملوخيه بالجمبري، فهعمل ايه؟ حطيت قشور الجمبري دي ومع نفسها كده بتعيش تغلي تغلي وتدي غلوه واتنين وتلاته. تمام. وهرجع لكم تاني عشان خاطر بس وقت الفيديو ووقتي ووقتكم. تمام. وبعد كده هاخد الشوربه بتاعه الجمبري دي للملوخيه. عايزه اقول لكم انها طلعت بتست رائع جدا جدا، جربيها هتبقى روعه جدا، وهتحس ان انت يعني حاطه جمبري كده في قلب الملوخيه. حاجه روعه بجد يعني. كل حاجه لو الحاجه مفيده نستفاد منها بدل ما نرميها، يعني ده الافضل والاحسن. ودي هنا بعمل بصلايه كده عشان خاطر السمك. انا بحب السمك الصياديه اللي هو بيكون لونه بني، ده زي بتاع المطاعم بالظبط. وما تخافيش يعني لو الراجل قالك انت حرقتي البصل لو مش عايز، سيبك منه خالص، سيبك منه، سيبيه يتكلم كده مع نفسه. بس لما يشوف الاكل ويدوق من ايدك احلى حاجة مش هيقولك الكلام ده تاني، هيسيبك بقى تحرقي البصلة وتعملي اللي انت عايزاه. يعني لو جه قالك حرقتي البصلة يا ست ولا كأنك سامعة حاجة، عادي عادي، سيبيه يقولك كده وبعد كده هيقولك تسلم ايدك يا ست الكل. بس كده انا بسيبها بقى تدي غلوة واتنين وتلاتة عشان خاطر تعمل كده لون. بحب الرزاية تكون لونها يعني بني. تمام. على حسب يعني، ساعات بتطلع بني فاتح، ساعات بتطلع بني غامق. هنا بقى حطيت ايه شوية من السمنة اللي عندي دي مخلوطة، سمنة بلدي على سمنة فلاحي، يعني على سمنة قولوا معايا سمنة عادية اللي هي بتبقى في السوبر ماركت ده. بصوا حطيتها كده، هبتدي ان انا اشوحها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. انا محدش يقول ان حطيتي توم كتير، لان ده توم مع جزر مع فلفل وكده، وانا عاملاه دي هريسه انا عاملاها كده مع بعض. وانا شايفين شوربه الجمبري نضيفه اهي زي الفل. وحطيت كمان التوابل اللي انا حطيتها معايا لاني اصلا ما كنتش قلبتها، كنت بوريكم دلوقتي القشر بتاعها. عندي الملوخيه برضو اهي كنت مفرزاها في الفريزر، طلعتها وهبتدي دلوقتي استمر كده بالتقليب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. مش قادره اقول لكم جمال الريحه عامله ايه من غير اي حاجه، لان الشوربه بتاعتي حطيت لها توابل وبرضه هشوف ملحها بس في الاخر خالص. بصوا يا جمال الشوربه، الملوخيه بجد حاجه يا جماعه تفتح النفس، حاجه عسل قوي. بصوا هنا بقى الحركايه الجميله دي، انا بحط الدقيق، بحط عليه شويه كمون شويه ملح وبابريكا وثوم باودر، وبحط يعني بحط له شويه حاجات كده بهارات. ماشي. وهنا انا فتحت برضو السمك بتاعي كده وحشيته كده من الفتحات دي عشان يدي كده تست حلو كده للسمك اهو بالشكل ده. هبتدي دلوقتي ان انا اقلي دلوقتي السمك. طبعا حاطه الطاسه بتسخن بتولع جنبي اهي على ايه معمل السمك. عايزه اقول لكم ان السمكه اللي انا بعملها دي طعمها حلو قوي، يعني كل سمك ليها طعم مختلف، وبصوا طعمه مختلف جدا بس كلهم احلى من بعض. اهو بصوا ببتدي ان انا اتبله كله اهو على ما الزيت يسخن جنبي، وبعد كده على طول هنزل ايه والزيت بتاعي سخن. دي السمكة دي عجبني جدا شكلها فجبتها، يعني من ضمن الاسماك اللي انا كنت شاريها، والصراحة طعمها حلو جدا. زي ما قلت لكم السمك يعني ليه طعم، كل السمك ليه طعم كده غريب. بص اهو الزيت بتاعي سخن وببتدي انزل السمك. ضروري جدا الزيت يبقى سخن قبل ما نعمل السمك. تمام. بس كده هحمر السمك بقى واخلص كده الدنيا بتاعتي. تمام.
واكيد يعني هرجع لكم في نهاية الفيديو عشان اوريكم كل حاجة حضرتها لغدا النهاردة. تمام. على فكرة انا بحب السمك يكون مقرمش كده، يعني انا بحب ازوده شوية في النار. بصوا بقى الخطوة ان انا خدت من الخلطة وزودتها بمية وظبطت ملحها والكمون بتاعها، واول ما السمك يطلع سخن على طول لو انت مش مملحاه هيبقى معاكي مملح وطعمه زي العسل. يعني لو ما عملتيش للسمك تتبيله ولا حاجه يطلع معاكي زي الفل. بصوا بقى انا جهزت الغدا، شايفين الجمال؟ قسمت كده الاسماك وده السمك الصغير، وعملت سلطه، وشايفين الرز جميل ازاي على السفره. حاجه كده بجد عسل وتفتح النفس. كان نفسي اقول لكم اتفضلوا معايا بس معلش بقى. بصوا الجمبري، عايزه اقول لكم طعمه رهيب جدا جدا، طعمه حلو قوي، ان الخلطه اللي بتعمليها للاسماك دي بتطلع معاكي السمك زي الفل. كمان مش قادره اقول لكم الملوخيه من جمالها يعني ما قعدتش اصلا حلوه، بقيت اشربها كده شرب. والاسماك برضو حلوه جدا، يعني انا عشان دقتها بقول لكم ان هي جميله جميله جدا يعني. بصوا كمان السمك الصغير ده حاجه حلوه قوي. وبس كده حبايب قلبي، اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو وتشجعتوا كمان للطبخات الجميلة دي، وروتين الاكل عجبكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.